فيلمنا كيبدا مع بنت سميتها مالوري وهي راكبه طوموبيلتها وغاديه لمدينه تنفر على قبل عرسها، وبعد شي ساعات ديال السوق كانت كتستاسيوني في جنب الطريق باش تسارح شويه من العيا ديال السفر، وبدات كتشوف في الخاتمه الخطوبه اللي في صباعها وكيبان انها متردده في قرار الزواج. وكتصل بها اختها إيلا وكتعرف انها مازال ما ريزيرفيات لبيعه الطياره لمدينه تنفر، حيت كتسنى مالوري تكون متاكده من القرار الزواج ديالها والاختيار ديالها لشريك حياتها. ومالوري كتمثل على اختها انها فرحانه بالاختيار ديالها وصافي خدات القرار، ومن بعد بقات ساهيه في داكشي اللي كانت وبقات كتفكر في بلان الزواج بجديه اكثر وكتسالي معاه المكالمه. وكتركب مالوري طوموبيلتها وكتكمل طريقها وهي كتسمع الميساجات فوكال خطيبها واللي كيهضر فيهم على شهر العسل اللي غيأجلوه حيت عنده بزاف الخدمه، وكيقول لها بلي راه كيتسناها في العرس اللي غيديروا في دنفر. ومالوري كتوقف طوموبيلتها وكتكون خايفه من هذا الزواج حيت غيبقى مفتل خدمته عليها، وكتشوف قدامها بلاكا فيها ان مدينه دنفر كاينه لقدام والطريق اللي على اليسار كدير منطقه سياحيه. ومالوري كتقرر انها ما تمشيش لمدينه دنفر وكتمشي من الطريق الاخرى وكتطلق المزيكا وكتكون فرحانه وحاسه بالحريه وهي كتمزك وصايقه في الطريق. وبعد شويه الوقت في الطريق على غفله كتسكت لها الطوموبيل وكتستاسيوني في جنب الطريق وكتحل الكابوت الموتور باش تشوف شنو طاري وما كتلقى والو. كتجرب ديرها مارش للطوموبيل ولكن ما كتبغيش ديرها مارش، وكتهز تليفونها وكتبغي تتصل بالتيباناج ولكن ما كتلقاش الريزو في البلاصه اللي هي فيها. وكترجع لطوموبيلتها وكتبغي تحل واحد الكانيطه المناضه وكترش عليها وكتعمر حوايجها وكتنزل ثاني من الطوموبيل وكتمشي للكفر باش تجبد منه حوايج اخرين تلبسهم. وعلى غفله كيخرج لها واحد خونا وهي كتبدل حوايجها، وهاد خونا كتكون سميتو كريستيان. وكريستيان كيعرف ان الطوموبيل خاسره وكيقرر يعاون مالوري وكيصاوب لها الطوموبيل. ومالوري كتبغي تعطي الفلوس لكريستيان حين تعاونها ولكن ما كيبغيش، وكتركب طوموبيلتها بعد ما شكراتو على داكشي اللي دار معاها وكتسوق باش تكمل طريقها، ولكن كيبقى فيها الحال حين خلاتو بوحدو في الطريق ومازال تابع جبدها على رجليه. وكتوقف وكيجي عندها وكتعرض عليه توصلوا معاها وكتكون دايره في بالها انه درويش وما يمكنش يأذيها. وكريستيان كيقبل ان مالوري توصلوا وهما غاديين في الطريق بقاو بجوج كيهضروا على حياتهم وشويه كيقول لها بلي راه قربوا يوصلوا للبلاصه اللي غتحطوا فيها. وكتعرف مالوري انه غادي لواحد المدينه قريبه فيها واحد لوطيل، ومالوري كتقرر حتى هي تمشي مع لذاك لوطيل باش تبات فيه وتسارح من الطريق. وهما شادين الطريق كتحس مالوري ان شي حاجه ماشي هي هذيك بخصوص كريستيان، وهو كيهضر على المكتوب وكيفاش المكتوب جمعهم بجوج في نفس الطوموبيل. وشويه بدا كيتبسل عليها وكتخاف منه وكتقول ليه ينزل في حاله ولكن ما كيبغيش، كتبغي تنزل تهرب وكيجدها وكيجبد عليها موس وكيقول لها تكمل الطريق، وكيزيد يقول لها بلي هي السبب في هادشي اللي طرا حيت هي اللي ركبته معاها. وكيهددها كريستيان بالموس وكيقول لها تبقى صايقه حتى يوصلوا لواحد لوطيل كاين في الطريق واللي كيكون مهجور سنين عادي. ومالوري كترتب على ان كريستيان ما دايرش الصمته وكتستغل الفرصه وكتكسر لجهه الباريرات اللي فاصلين بين الطريق والهبطه، ولكن كيورقها شنو بغات دير وكيبغي يحبسها ولكن ما كيلحقهاش والطوموبيل كطيح بهم في الهبطه ومالوري كتغيب. وبعد شي دقائق كتفيق مالوري وكتلقى راسها في داخل الطوموبيل وهي مقلوبه وكتكون كلها مضروبه بسبب الكسيده، وكتحيد الصمته اللي شادها وكتكون رجليها واحله في الباب اللي مسدود على رجليها، وكتلقى ان الطوموبيل تحت في واحد الواد ناشف وكتشوف حداها وكيبان لها كريستيان برا الطوموبيل مغيب وبدا كيفيق من الكسيده. ومالوري كتزحف في جهه الشرجم وكتقدر توصل للموس قبل ما كريستيان يهزو، وكريستيان كيوقف عليها وكيكون مجروح بسبب الكسيده وكيقول لمالوري بلي تشرف المعرفه ديالو ليها وكيمشي ويخليها بوحدها في المحنه ديالها. ومالوري بدات كتغوت وتكلاكسوني باش شي واحد يسمعها ويعتقها، ولكن ديك البلاصه كتكون غير واد فخله معزوله وبعيده وكيطيح عليها الظلام وبدات كتضرب في الباب باش تجبد رجليها اللي واحله، ولكن رجليها كينزل منها الدم كل ما حاولت تجبدها وكتكالما مالوري، ولكن السمت البرد اللي كاين في الواد كيخليها ترعد وكتلبس واحد القبيه عندها في الطوموبيل. وشويه مالوري كتسمع صوت حيوانات مفترسه في الظلام وكتشعل ضو الطوموبيل باش تشوف فين كاينين، وكتكون هزه موس في حاله الا شي حيوان مفترس هجم عليها ومنظرها ما كيجي عندها حتى واحد، وكيطلع عليها الصباح وكتشرب من القرعه اللي معاها وكتحاول تقتصد عليها وكتدوز ليل اخر. وفاش كيوصل الصباح كيرجع لها كريستيان كيقول لها بلي لقى واحد الدار قريبه وجلس فيها وبدا كيعاتبها على داكشي اللي دار وكيسولها واش تصحاب لها بلي كان بغى يغتصبها، وكيقول لها بلي اصلا هي كانت باغيه وداكشي علاش كانت باغيه تجي معاه للوطيل. مالوري كتقول لها انه غلط وكتطلب منه يعطيها شويه الماء والماكله من داكشي اللي عاز، وكيقول لها بلي غيعطيها الماكله اللي عاودت ليه على اول مره دارت الساكوفاح. ومالوري كدير ليه داكشي اللي بغا وكتعاود ليه على اول مره دارت الساكوفاح مع صاحبها الاول واللي كتكون سميتو تيو. وكريستيان زاد كيسولها اسئله بالتيطي على داكشي اللي دارو وكتعاود ليه كلشي، وشويه بدا كيضحك عليها وكيقول لها بلي كتكذب عليه وهادشي غير قصه تخيلاتها، وكيمشي ويخليها من غير ما يعطيها الماكله واخا وعدها انه غيعطيها الماكله الا دارت داكشي اللي بغا. وكتجي ليله اخرى على مالوري واللي كتكون عيات ما تسنى وكتكتب ميساج في حالتي الا شي واحد لقى الجثه ديالها شي نهار واللي كتقول فيها ان كريستيان هو اللي قتلها ويقولوا لإيلا بلي كتبغيها. وفي ديك الليله مالوري كيكون شاده السمت البرد وكتجمع الاوراق والزبل اللي عندها في الطوموبيل وكتشعل فيهم العافيه برا الطوموبيل باش تدفى من البرد، وكتزيد ترمي حتى الكسوه عرسها باش العافيه تبقى شاعله، وكيكون ما بقاش فيها الحل على اللي دارته بالكسوه وانما زاد تحس براحه نفسيه اكثر. وفاش كتنعس مالوري كتفيق على صوت الفيران كيدور حداها وكتخاف وكتقتل واحد منهم زوار الطوموبيل، وبعد شويه كتقرر تاكل الفار اللي قتلت حين قاتلها الجوع وكتستعمل الموز باش تحل داك الفار وكتقطع منه اللحم وكتشوف
كتوقف ديك العافيه باش كتدفى وكتاكل وكتشرب عليه الماء وكتقلب البسطام اللي خلا كريستيان وكتلقى فيه تصورته مع عائلته وهو صغير. والغد ليه كتفيق بسبب الفيبرول ديال التليفون اللي بعيد عليها وكتجيبتو بواحد العود وكتخبيه معاك كتشوف كريستيان وقف عليها. ومالوري كدير بحال ما طاري والو وكتسمع الكريستيان وهو كيعاود ليها بلي الدار اللي كيبات فيها جاو ماليها وصاوب لهم حلوه كترحب بهم وبنتهم كيتي دريه ظريفه ولكن ما كتعرفش تعجن وكيبان لها داك الفار هو محلول وكيشوف مالوري وكيقول لها بلي مفتاخر بها حيت كتكافح باش تبقى عايشه. وعلى غفله كيفيفري تاني التليفون اللي في جيب مالوري وكريستيان كيرد ليه البال وبدا كيتابز معاه حتى كيحيدو ليها وكيجدو كيهرسو وكتسولو مالوري شنو غيدير لها وكيقول لها بلي ما غيدير لها والو وبلي غير كيستمتع بالمحاوله ديالها باش تهرب وتبقى هي. وكيعطيها واحد المنشار وكتقول لها ان ما غتقدرش تقطع به الباب الطوموبيل اللي شادت لها رجليها ولكن كيشوف فيها وكيقول لها بلي ماشي هذا هو السبب علاش غيخلي لها المنشار. ومالوري كتفهم انه جابوا ليها باش تقطع به رجليها والا غتموت بسبب الدم اللي كيسيل لها من رجليها وتخمال. وكتسولو علاش كيدير لها هادشي وشنو طرا ليه حتى ولا في هاد الحاله وبلي شاف التصويرات ديالو مع عائلته كيبانوا فرحانين وزاد كيضحك عليها وكيقول لها بلي ماشي هو اللي في التصويره وبلي داك الدري غير كيشبه ليه. وبعد ما كريستيان كيمشي كتبغي مالوري تحل راسها ولكن كتهرس ليها علامات المنشار وكتعاود تهزها وهاد المره كتبغي تقطع بها رجليها بعد ما فقدت الامل ولكن ما كتقدرش ديرها وكيشدها الياس. وبسبب العطش اللي كيقتلها ما كيكون عندها حتى شي حل اخر وكتقرر تشرب البول ديالها باش تبقى عايشه. وبعد شويه الوقت كطيح الشتا ومالوري كتحس براحه اكثر وكتشد واحد الميكا وكتجمع فيها الماء الشتا وبقات كتشرب بليف وكتشعل الراديو كتسمع فيه بلي غتكون شتا مجهده وكينصحوا الناس اللي شادين الطريق يدوزوا من طريق اخرى حيت غيكونوا الفيضانات. وبعد شويه مالوري كتشوف الضوء واحد الطوموبيل دايزه من الطريق وبقات كتغوت وتطلب ليه عتقه ولكن كيبان ان هذا غير كريستيان. وفاش كتعرفوا انه غير كريستيان كتشوف داك الفار الميت وكطيح عليها فكره واللي هي كتستعمل الدم ديالو كتحطو على رجليها اللي واحده باش تمثل انها مات بسبب النزيف. وكريستيان فاش كيوصل باش يشوف مالوري كيتسحب ليه مال وكيقرض وكيدخل الطوموبيل وكيفهم انها دافخ بعد ما كيشوف داك الفار. ومالوري كتكون هازه الزجاجه في يديها وكتهجم عليه وكتخشيها ليه في كرشه وكريستيان كيهرب وكطيح ليه سواره الطوموبيل. ومالوري كتهزهم وكتخدم الالارم اللي في الطوموبيل كريستيان وكتزف في سواره البلاصه بعيده باش ما يقدرش يلقاهم وكتكون دارت هكا حيت عارفه الطريق غتعمر بالطوموبيلات بعد ما سمعت داك الخبر في الراديو. وكريستيان كيجري بالزربه الطوموبيل باش يوقف في الصوت الالارم وكيستعمل الموس باش كيحل كابوت الطوموبيل. وفي نفس الوقت كيوقف واحد البوليسي وكيجي عند كريستيان وكيسولو الا بغا يعيط ليه التيباناج يهز ليه الطوموبيل باش ما يبقاش حاصل هنا حيت الجو غادي وكيتخربق. وكريستيان كيكذب على البوليسي وكيقول ليه انه نسى السارت في داخل الطوموبيل وكيطلب من داك البوليسي يوصلوا لواحد البلاصه قريبه لهنا والبوليسي كيقبل يوصلو. ومالوري كتحاول دير شي علامه باش البوليسي يرد البال وبدات كتكلاكسوني والكلاكسون كيخسر ليها وكتجهد الموسيقى في الطوموبيل وكتغوت وكتهز البيل وكتشير به باش البوليسي يشوفها. والبوليسي كيقول لكريستيان بلي سمع شي حاجه ولكن كريستيان كيقول له انه ما سمع والو وغاصهم يمشيو حيت الشتا بدات كتجهد. والبوليسي صافي كيبغي يمشي ولكن مالوري كتهز واحد الحجره وبدات كتضرب بها الطوموبيل والبوليسي كيسمع تاني الصوت وكريستيان كيجبد الموس باش يضربه ولكن البوليسي كيزلق وكيشدو كريستيان وكيمشيو في حالهم. وبسبب الشتا اللي كطيح كيحمل الواد اللي طايحه فيه الطوموبيل مالوري وكتقرر انها تزعم وتقطع رجليها قبل ما تغرق الطوموبيل في الماء الشتا ولكن الواد كيتي الطوموبيل وكتنزل من واحد الهبطه ومن نظرها اخيرا كتفلت ليها رجليها اللي واحله بعد ما الطوموبيل تحركات وبقات كتعوم في الواد حتى خرجت منه. ومالوري كتكون واكلها في الرجل اللي كانت واحله لها بسبب الضربه اللي مضروبه فيها وكتشد واحد العصا وكديرها عكاز باش تقدر تمشى وكتوصل لواحد الدار قريبه وكتسمع الصوت شي وحده في الداخل كتغوت وكتطلب ليه عتقه. واخا مالوري حالتها حاله كتمشي لديك الدار باش تشوف شنو طاري ومالوري ما كتكونش راده البال المصيده ديال التبابه اللي محطوطه في الارض ومن نظرها المصيده كتسد لها غير على العصا اللي كانت ديرها عكاز وكتسلت لجهه الشرجم وكتشوف واحد البنت مربوطه مع الناموسيه وكتكون هذه هي البنت اللي كانت كتغوت. وفاش كتسمع الصوت ديال شي رجال في الداخل كتعرف انه كريستيان وكتمشي تطلب من واحد الشرجم وكتلقاه كيعدي في داك البوليسي حتى قتلو. وفاش كيطلع كريستيان الفوق كتسلت مالوري لداخل الدار وكتهز الفرج ديال داك البوليسي الميت وكتمشي للبيت اللي مربوطه فيه ديك البنت في الناموسيه واللي كتكون سميتها كيتي. وفاش كتجي مالوري باش تحل لها الديال اللي مربوطه في الناموسيه كريستيان كيسمع التخرشيش في البيت وكيدخل يشوف شنو كاين. وفاش كيقرب للبنت اللي في الناموسيه مالوري اللي كتكون مخبيه ورا الباب كتخرج وكتهز عليه الفرج وكتيري فيه لكن ما كتجيش فيه بسبب انها مخلوعه من هادشي اللي طرا وكتخامج معاه وكتقول لك كيتي تهرب وهي بقات مخامجه معاه بوحدها وكتعطو كتهرب ليه وكتطلع للبيت اللي كاين الفوق. وفاش كيوصل حتى ما كيلقاهاش وكيبان ليه الباب البالكون محلول وكيطلب منه وكتغفلو من اللور وكتدفعو من البالكون وكيطيح في الارض وكتمشي مالوري وكيتي باش يشوفوا شنو طرا ليه وكيلقاوه طاح على المصيده الدبابه ورجليه واحله فيها. ومالوري بدات كتشفى فيه وتقول ليه نفس الهضره اللي كان كيقول لها باش كانت واحله وكتعطيه موز باش يقطع رجليه من المصيده ويحرر راسو كما دار ليها وكتقول ليه بلي المكتوب خلاه يركب الطوموبيل الغلط وكتمشي في حالها هي وكيتي من ديك البلاصه باش يقلبوا على اللي يعاونوه. وكريستيان كيموت موتات الكلاب بسبب ديك الضربه.